ما تبقى حاسس انت مش قادر على اتفه الاسباب بتنفجر، محتاج تعرف الاول 3 معلومات. مفيش مشكله في الدنيا الا وليها حل. مفيش مشكله في الدنيا دائمه كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكله في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنه، مش شخصك المقصود، انت مش معيوب، انت مش معطوب، انت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. واصبر وما صبرك إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجع لكم بفيديو جديد. وبصوا بقى انا بوريكم اهو المكان كده قبل ما ابدأ فيه. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ان شاء الله هنقل قريب. اليوم اللي قبل ده يعني من بالليل كنت بلم حاجات كده في الكراتين، فالدنيا كانت متبهدلة خالص. فصحيت كده الصبح، قلت بقى لا لازم اشيل الدنيا كده وارتبها وانظمها، يعني عشان ما ينفعش بقى تقعد كده. بالليل ما كنتش قادرة الصراحة، يعني بعد ما خلصت ما كنتش قادرة ان انا الم اي حاجة ورايا. قلت لا الصبح ان شاء الله كده اصحى هظبط كده المكان والم كده الدنيا وانظمها. الجزء اللي هو فيه الكراتين دي عايزة كده انظمه، اخلي الكراتين اللي انا لميت فيها الحاجة على جنب كده مع بعض، والكراتين الفاضية لسه ما حطيتش فيها حاجة في حتة تانية، يعني على جنب تاني. زي ما انتم شايفين كده بدأت بس انظم الجزئية اللي احنا بنقعد فيها اللي هي ناحية الركنة. شلت كده الشيلة ونفضت تحتها وهبدأ بقى برضو انفض السجاد واشيله. وابدأ يعني بقى انضف معاكم كده المكان. كنت عايزة اتكلم معاكم كده شوية. المقطع اللي انا حطاه كده في اول الفيديو، الكلام مصطفى حسني عن المشاكل او اي مشكلة بتواجهنا في حياتنا. بصوا يعني مفيش حياة بدون مشاكل، يعني احنا مخلوقين في حياتنا عشان برضو نعمرها، واكيد لازم تمر في حياتنا صعوبات وتمر في حياتنا مشاكل، عشان يعني الجنة خلقت ليه عشان ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش صعوبات. فاحنا لازم نواجه المشاكل في حياتنا والصعوبات ونمر بيها. بس الفكرة ان ما فيش مشاكل دايما. المشكلة لما بنكون فيها بنحس ان هي اكبر مشكلة في الكون، ودي حقيقة فعلا. انا يعني مثلا هتكلم عن نفسي شوية. انا كنت مثلا مريت بفترة كده، كان عندي مثلا مشكلة معينة. المشكلة دي كنت حاساها ان هي اكبر مشكلة في حياتي كلها، في حين ان ممكن يبقى في مشاكل تانية اكبر، وممكن يبقى في مشاكل تانية اكبر عند ناس تانية. بس انا بتكلم ان اللي هو اي حد فينا بيبقى عنده مشكلة في حياته بيبقى شايفها ان هي خلاص بقى دي لو ما اتحلتش الدنيا كلها هتقف. ف بس هكون معاكم بس في الفيديو. انا كده كنت يعني ظبطت كده الدنيا وبمسح كده المكان اللي هو السفرة والبوفيه. هنا برضو حاطه كراتين كده فيها كاسات حطاها من فوق، عشان بس الاولاد ما تلعبش فيها عشان ما تتكسرش، عشان هم ما شاء الله بيلعبوا في كراتين وبيطلعوا اللي فيها، يعني كل ما احط حاجه بيطلعوها تاني. المهم نرجع بس لكلامنا. كنت بقول ايه؟ المشاكل في حياتنا، لما بنكون في مشكلة في حياتنا بنحسها ان هي اكبر حاجة في حياتنا، وان المشكلة ديت لو ما اتحلتش حياتنا كلها هتقف. فعلا احنا يعني هو فعلا الكلام ان المشاكل مش دايما، كل من عليها فان. فالمشاكل بتفنى، المشاكل بتخلص، المشاكل بتروح. بس احنا اللي بنوقف حياتنا، احنا اللي بنفضل واقفين قصاد المشاكل او المشكلة اللي في حياتنا احنا عايزينها تتحل دلوقتي. هي هتتحل دلوقتي او بعدين، فهي هتتحل. ربنا هي يعني حاطط الوقت المناسب او في وقت مناسب لحل المشكلة اللي في حياتنا ديت، دلوقتي او بعدين هتتحل. بس احنا لا، احنا بنقف
تفكيرنا وحياتنا وكل حاجة كل حاجة. والمشكلة ان احنا المشاكل ديت لو في مشكلة بنفكر فيها بجد حياتنا بتبقى كئيبة. طول الوقت بنفكر في المشكلة، طول الوقت عايزين الحل. ممكن نكون عارفين الحل بس الحل مش هينفع دلوقتي. يعني مثلا لو المشكلة اللي كانت في حياتي ليها حل، يعني ملهاش، لا ليها، ما هو كل مشكلة ليها حل، بس حلها مش هينفع تتحل دلوقتي، لسه قدامها شوية. فانا كنت موقفة حياتي كلها على المشكلة دي ان هي تتحل. كنت بقى في كآبة، في نكد، طاقة سلبية على طول في حياتي. احنا كأمهات مثلا ورانا مهام طول الوقت، ان احنا مثلا تنظيفات، اكل، شرب، مش عارفه ايه، لازم نعملها. تمام. فلما بيكون في مشاكل في حياتنا وبنفكر فيها، احنا بنعمل الحاجه دي، بنعملها، بس مش بنعملها بالطاقه والحماس والنشاط اللي المفروض نعملها بيها. مش بنعملها بحب، بنعملها عشان هي مفروضه علينا. فالمشاكل بتنغص علينا حياتنا، او التفكير في المشاكل بينغص علينا حياتنا. فمفروض يعني، او اللي انا وصلت له لما بطلت افكر في المشكلة وافكر ان انا عايزة احلها دلوقتي، او عايزة اوصل لحلها او حلها يحصل، بدأت افكر بطريقة ايجابية. ما بقيتش افكر في الحل، او لقيت ان حياتي حلوت والله عشان ما بقيتش افكر فيها. خلاص هي موجودة في حياتي المشكلة، وما زالت على فكرة، ما زالت المشكلة موجودة، بس ما بقيتش افكر فيها زي الاول. خلاص بقى تتحل وقت ما تتحل. ربنا ان شاء الله ان شاء الله هيحلها من عنده. احنا عارفين الحل، بس هيحلها في الوقت المناسب، هتتحل. فبدأت افكر في كل حاجة في حياتي بطريقة ايجابية. انا الاول كنت يعني معايا اطفال، فانا كنت يعتبر على طول مضغوطة نفسيا، على طول مش مستحملة حاجة هم بيعملوها. وطبعا دول اطفال، فعندهم طاقة، عندهم طاقة ما شاء الله عليهم. فانا ما كنتش مستحملة الطاقة دي، ما كنتش مستحملة اي حاجة بيعملوها، بسبب ان انا تفكيري كله موقفة حياتي كلها على حل المشكلة. لا، المشكلة يعني هتتحل. فليه اوقف حياتي؟ ليه اوقف كل حاجة في حياتي بسبب المشاكل اللي في حياتي؟ لا، الحمد لله لما بدأت افكر بطريقة ايجابية شوية، وان انا بقيت ابعد تفكيري عن المشاكل، وبدأت افكر في حاجات تانية في حياتي اهم، حاجات تانية ممكن اعملها في حياتي مفيدة. فلقيت نفسي ان انا بدأت اعمل حاجات بروح، وحاجات اللي هو بعملها بطاقة ايجابية بحب. المهام اللي انا المفروض اعملها بقيت اعملها مش عشان مجرد ان هي لازم تتعمل، لا، عشان بعملها بحب، بطاقة، حاجة بعملها. وعلى فكرة ممكن وانتي بتعملي شغل البيت، مش ممكن، هو اعملي كده، استغفري ربنا دايما، ادعي، احمدي ربنا على اللي احنا فيه او اللي انت فيه. فطول الوقت كده استغفري ربنا واذكري الله. انا عامله ورقه كده في المطبخ كاتبه فيها الاذكار، الحمد لله، استغفر الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان اذكر نفسي بيها وانا واقفه في المطبخ كده، عينيا تيجي على الورقه فاقول. فطول الوقت نشغل وقتنا بحاجه كويسه. وممكن ان احنا بعاد عن ربنا وبعاد عن ذكر الله، فاحنا بنفكر في المشاكل اللي في حياتنا. لما بنقرب ولما بنذكر الله دايما ونقول الحمد لله، الحمد لله على اللي احنا فيه، الحمد لله على، يعني على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الذرية الصالحة ان شاء الله، الحمد لله على امي، ابويا، اخواتي، اهلي، زوجي، الحمد لله على نعم كتيرة في حياتنا ربنا مديها لنا. اكيد كل واحد بيختلف عن الاخر، بس الحمد لله على كل حالنا. مفيش مشكلة دايما، كل المشاكل بتعدي وبتتحل. ما نفكرش في المشاكل، نفكر في حياتنا بطريقة ايجابية احسن. بس حبيت ان انا اتكلم معاكم كده، لان يعني حاجة انا مريت بيها، وحبيت برضو ان انا افيد غيري بيها، وكلام ممكن يريح حد تاني غيري.
المهم بقى انا كنت خلاص بقى خلصت الريسبشن. طبعا ما اتكلمتش على اي حاجه انا بعملها. دلوقتي بقى كنت بعطر المكان، ويا سلام يا سلام على الريحه بقى يا جماعه والنظافات. شوفوا بقى دلوقتي المكان، راجعوا كده الفيديو من اوله وشوفوا انا كون الريسبشن كان ايه ودلوقتي ايه. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا لازم نكافئ نفسنا، لازم نكافئ نفسنا بعد اي شغل بنعمله. انا دلوقتي كنت بكافئ نفسي وباكل شيبسي، طبعا ما اكلتوش لوحدي، كلته انا والاولاد، بس كافئت نفسي. فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبك. وما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناه، فضلا طبعا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.